إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتنور بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتقوي بها في رضاك عزمنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تصلح بها بالنا وتفرج بها كربنا وتوسع بها أرزاقنا وتكشف بها الهم والغم عنا. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تسدد بها خطانا وترزقنا بها صحبته في الفردوس الأعلى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على من علمنا الصلاة والصيام، اللهم صل على من علمنا الذكر والشكر، اللهم صل على من علمنا قيام الليل وصيام النهار، اللهم صل على من علمنا فضل العشر من ذي الحجة وفضل رمضان وليلة القدر. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ثبت عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وصحح الحديث أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط أن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. يبقى العشر ايام اللي احنا فيهم دول، احنا الوقت فين؟ احنا الوقت في نصهم بالظبط. يعني احنا بدأنا في اليوم السادس، يعني احنا الوقت في المنتصف، عشان ما تجيش تقول ده في 5 ايام راحوا ما كانش عندي فيهم علو همة في ذكر الله والتبتل الى الله والتأله والتعبد لله سبحانه وتعالى. انت الوقت في النص، يعني انت قدامك كتير لسه، بل اعظم هذه الايام العشر لا يزال قادم، لان سبحان الله اعظمهم اليوم العاشر ثم اليوم التاسع ثم اليوم الثامن، يعني ده ثم يوم الجمعة ما كان فيها من يوم الجمعة اللي هو نحن فيه هذا. انت متخيل؟ انت الفضل كله لسه بين ايديك، الخير كله بتاع 10 ذي الحجة لسه بين ايديك، صفقات الملك سبحانه وتعالى لسه كلها بين ايديك، بايدك انك انت تفوز بيها. ما من ايام اعظم عند الله، يعني دي اعظم 10 ايام في السنة، اعظم من رمضان، اعظم عند الله، حتى ان العلماء قالوا ان الصدقة في 10 ذي الحجة افضل عند الله من الصدقة في رمضان. ده مش معناه ان رمضان، لا، ده معناه ان 10 ذي الحجة دي التوب بتاع السنة، دي القمة بتاعت السنة كلها. انت متخيل؟ يعني خلاص 10 ذي الحجة دي هتخلص وانت هتعيش على الشحن الايماني والتعبدي منها لحد رمضان اللي جاي باذن الله سبحانه وتعالى. 10 ايام لشحن 10 شهور بعدهم. الله سبحانه وتعالى تكلم عن رمضان في القرآن مرة، وتكلم عن 10 ذي الحجة في القرآن 4 مرات.
يعني 10 ذي الحجة دي نزل الكلام فيها في القرآن قبل أن ينزل الكلام عن رمضان. رمضان نزلت آياته سنة 2 هجرية. 10 ذي الحجة نزلت آياتها في المرحلة السرية في مكة وليال عشر. يعني الصحابة تربوا على 10 ذي الحجة بسنين طويلة قبل ما يتربوا على رمضان. فهذا موسم عظيم يعظم فيه الله وتوقظ فيه القلوب وتشحن فيه البصائر بنور الله، فهي أيام ذكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن. أكثروا. ما ينفعش منسوب العبادة بتاعك فيها يبقى زي منسوب العبادة بتاعك في الأيام التانية. ما ينفعش تيجي على إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لما يبقى في نفحات من كرم الله ولطف الله وود الله وجود الله وعطاء الله، لما يبقى في نفحات من بر الله وإحسان الله، ألا فتعرضوا لها. كلنا عايزين نعمل تغيير درامي في حياتنا. احنا فينا الوقت المريض اللي مش عارف يروق ازاي، وفينا الوقت الفقير اللي مش عارف يوسع دخله ازاي، وفينا الوقت اللي عنده مشاكل اجتماعية بيته انهار طلق، او عنده مشاكل مع اولاده، او بيته مهدد بالانهيار ومش عارف يصلحه ازاي، وفينا المديون اللي مش عارف يأدي ازاي، وفينا التايه اللي مش عارف يرشد ويلاقي وجهه في الدنيا ازاي، وفينا المكتئب اللي عنده توتر اللي بياخد ادوية نفسية ومش عارف يترحم من فزع الامراض النفسية ويبقى بني ادم تاني بيعرف يضحك ويفرح ازاي، وفينا اللي قاعد ينتكس ويقوم ويقع ومش عارف يثبت ازاي. احنا جايين لربنا ومليانين مشاكل ومفيش امل في التغيير الدرامي في حياتنا غير ان احنا نتلهف على باب جود الله. هنا نفحة من اعظم بل اعظم نفحة من نفحات الله طول السنة وهي 10 ذي الحجة، فأكثروا فيهن. أكثروا فيهن يبقى مجهودك في العبادة في الأيام دي لازم يكون أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. فأكثروا فيهن. النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرك فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وفي رواية والتسبيح. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة دلك عليها في 10 ذي الحجة. عايزين نتكلم عن ايه اعظم اعمال نعملها في 10 ذي الحجه بالترتيب بتاعها. اول حاجه ذكر الله. يعني النبي هنا ما قالكش في العشر بقى دي اعظم ايام في الدنيا ودي احب ايام الى الله، اكثر فيهن بقى من تلاوه القران، رغم ان تلاوه القران بره 10 ذي الحجه افضل عند الله من الذكر، ولكن في 10 ذي الحجه صار اعظم عمل في الدين واعظم عمل في الحياه هو ذكر الله. يبقى اعظم عمل، العمل رقم واحد، قمه الدين الوقت في 10 ذي الحجه بقت ايه؟ التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. ده رقم واحد دلوقتي، ده اعظم عمل تتسلف به الى الله رب العالمين. وردك من الذكر ايه في 10 ذي الحجه؟ حزبك من التكبير ايه؟ حزبك من التهليل ايه؟ قلت كم مره لا اله الا الله النهارده؟ قلت كم مره الحمد لله؟ قلت كم مره الله اكبر؟ قلت كم مره؟ انت المفروض ان انت في هذه الايام انت ما بتبطلش اصلا، لسانك ما بينامش اصلا وانت بتقول الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان يا جماعه، تملأ الميزان. الميزان اللي لو وضعت فيه السماوات والارض لوسعها. الميزان ده حجمه مهول، الحمد لله بتملاه. هو ربنا بيحب الثناء عليه قوي كده. الذكر بيدي لك قيمه، الذكر بيعرفك قيمتك في الحياه. هو احنا قيمتنا في الحياه ايه؟ امشي في الشارع كده، مين اللي عارفك؟ مين اللي لو عارف انك في مشكله هيقلب الدنيا عشانك؟ مين اللي انما لما بتقول الحمد لله الله يجمع ملائكه الملأ الاعلى ويقول حمدني عبدي. هو انا ليا قيمه كده؟ الذكر بيعرفك قيمتك وبيعرفك قيمه عمرك. هو انا لما اقول الحمد لله في ثانيه تملأ الميزان؟ هو انا عمري غالي كده وانا مضيعه قدام السوشيال ميديا وقدام الفيس وقدام القنوات وعلى القهاوي؟ هو انا عمري غالي للدرجه دي وانا مش عارف قيمه عمري؟ الذكر بيعرفك انت غالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني ايه المفردون؟ الذين افردوا الله بالذكر، اللي ما فيش على لسانهم غير الكلام عن الله. عشان كده في روايه صحيحه: الذين يهترون بذكر الله
الله. المستهتر هو المولع بشيء لدرجة انه شغله عن كل من سواه. ففي ناس مولعة بذكر الله لدرجة ان هي ما عادتش ما فيش حاجة تانية في حياتها غير ذكر الله. ده المفردون الذين افردوا الله بالذكر، الذين افردوا الله بالقصد، الذين افردوا الله بالوجهة، الذين افردوا الله بالتوجه والعزم على ان يبلغوا مراد الله سبحانه وتعالى. ربنا بس اللي في حياتهم، افرادوا نفسهم لله، ما بقاش في قلبي وحياتي غير ربنا سبحانه وتعالى. ده سبق بقى. فبيقول يا رسول الله من هم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اللي على طول على لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان. وانت قاعد بتستشعر كده وانت بتقوم من الركوع بتقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. الحمد ده من اسباب سماع الله ليك، من اسباب اجابة الله لدعائك. سمع الله اي سماع القبول، اي سماع اجابة الدعاء. عشان كده بتنزل بعدها تسجد وتدعي ربنا لانك حمدته فربنا يستجيب ليك. فالحمد من اسباب اجابة الدعاء، بل الحمد افضل الدعاء. بل مجرد ان تحمد الله فان الله يسارع في قضاء حوائجك ولو لم تسأل الله. عشان كده العلماء قالوا مراتب العبادات ايه؟ قالوا رقم 1 القرآن، رقم 2 ذكر الله ده بره 10 ذي الحجة، رقم 3 الدعاء. لا هو الدعاء مش رقم 1. لا قال لك الدعاء مش رقم 1. يعني انا لو قعدت اقرا قرآن الله يعطيك افضل ما يعطي السائلين سبحانه وتعالى. لو قعدت اذكر الله الله يعطيك افضل ما يعطي السائلين سبحانه وتعالى. فانت والدعاء ده رقم 3 في مراتب الاعمال. عشان كده في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي يتكلم به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قالوا يعني ايه؟ العلماء اختلفوا على معاني. بعض العلماء قالوا اي ان الله يتولاك في جوارحك، اي ان الله يتولاك في سمعك فلا تسمع الا بنور الله، ويتولاك في بصرك فلا ترى الا بنور الله، ويتولاك في لسانك فلا تتكلم الا بنور الله، ويتولاك في خطوات رجليك فيسدد خطواتك في الحياة، ويتولاك في يده فلا تبطش الا بقوة الله، ويتولاك في عقلك فلا تعقل الامور ولا تختار في الحياة الا بنور الله. ده معنى ربنا هيتولاك في جوارحك بالتفصيل. ربنا من اثار اسم الله الولي ان ربنا بيتولاك في تفاصيل حياتك، زي ما انت بتتولى ابنك كده، انت ولي امره في تفاصيل حياته، تفاصيل ادق تفاصيل حياته ربنا بيتولاك. الاب بيتولى ابنه في الولد يكون ناقص كالسيوم، طب نجيب له لبن، طب نوع اللبن ايه، طب نجيب له دواء كالسيوم من الصيدليه، طب نجيب له بتاع الشركه الفلانيه ولا الشركه الفلانيه، طب اوديه للدكتور الفلاني ولا ده، طب اوديه المدرسه دي ولا المدرسه دي، طب اجيب له دروس خصوصيه، طب اديله في مواد ايه، طب الماده دي اجيب له في البيت ولا اوديه سنتر، طب لو جبت له في البيت اجيب له مدرس ولا مدرسه، طب اجيب له من المدرسه ولا مبارك. مش ممكن. تفاصيل التفاصيل. طب هدومه، طب لعبه، طب فسحته، طب مروحه جيم ولا نادي رياضي، طب تفاصيل. الله لما بيتجلى عليك باسم الولي الله بيتولاك في تفاصيل حياتك. ربنا سبحانه وتعالى الله حينما يتولى. القول الثاني فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يعقل به. لسانه وقلبه دي رواية مسند أبي يعلى. القول الثاني قال أي أن الله يسارع في حوائجه وفي قضاء أموره أسرع من سمعه إذا تكلم الناس، ومن بصره إذا رأى شيئا، ومن رجله إذا أراد الخطوة، ومن يده إذا أراد البطش. ربنا بيتولى لدرجة إن ربنا بيسارع في حوائجه أسرع من سمعه وبصره. يعني بصرك ده سرعة ضوء وسمعك ده سرعة الصوت. هو ايه ده يا جماعة؟ هو العلاقة مع ربنا بتبقى جميلة قوي كده؟ هو ربنا لما بيتولى كده؟ هو ربنا لما بيدي كده؟ هو ربنا لما بيتحنن بيذيقك ما
ولا تتخيل من مدارج العلاقة بينك وبين الله. رفيع الدرجات، رفيع الدرجات. قال بعض العلماء أي رافع الدرجات، يقدر يرفعك، يقدر يرقيك في المعاملة معاه، يقدر يوصلك لحال تاني بينك وبينه. اخلص لله سبحانه وتعالى، اصدق الله. دي ايام ذكر الله. ليه الايام دي ذكر الله؟ ليه ربنا عمل 10 ايام في السنة الذكر افضل فيهم من القرآن؟ ليه ربنا مش معناه انك ما تقراش القرآن، ما القرآن افضل الذكر، بس الترتيب اختلف في 10 ذي الحجة، لان الذكر ده اكتر حاجة هتخلق. الذكر ده يا جماعة ايه الفرق بين الذكر والقرآن؟ الفرق بين الذكر والقرآن هو الفرق بين، يعني ساعات واحد مثلا يقول انا جعان وهبطان ودايخ، طب استنى يا ابني بقى ايه، ام تقول له اما اطبخ لك فرخة مسلوقة كده وشربتها واحمرها لك في سمنة بلدي واعمل لك طبق خضار محترم وكل يا ابني ورم عظمك، يبقى دي طريقة. طب ابنها داخل الحقيني يا ام انا بقى من طولي ووقع من طوله خلاص ومش بسرعة كوباية ماء بسكر. يبقى في فرق بين الطبخة بقى اللي لسه هتتاخد وهتتهضم وبعد كده تاخد قوة تقعد لك يومين كده صالب طولك، وبين واحد بيقع من طوله عايز حاجة سريعة، عايز فاست فود بسرعة يلحق. هو ده الفرق بين الذكر وبين القرآن. القرآن بيديك قوة جبارة وبيديك معاني جبارة، ولكن الذكر بيديك نور فوري. فاذكروني اذكركم فورا. الذكر مفعوله في نور قلبك وفي هداية طريقك وفي شرح صدرك وفي تقوية عزيمتك، مفعول فوري. فربنا عمل 10 ايام في السنة اللي هم 10 ذي الحجة موسم ذكر. اقعد سبح بس، اقعد كبر بس، اقعد هلل بس، اقعد احمد بس. 4 كلمات، هقعد 10 ايام في 4 كلمات. اقعد 10 ايام ما بتقولش غير الحمد لله، سبحان الله، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اقعد 10 ايام الله 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 الله، عشان بوصلة قلبك تتظبط، عشان يبدأ يجي في قلبك تعظيم جبار لجلال الله. هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبه من الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. مش من الخوف منك، من خشيتك. الخوف هو خوف عذاب الله، يعني الخوف انك مرعوب من جهنم. اما الخشية فهي خوف مقام الله. ولمن خاف ايه؟ مقام ربه. ده دول اهل الفردوس الاعلى، اهل الخشية. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى اقسم لنا من خشيتك يا رب، املأ قلبي بمعرفة جلالك. انا عايز اعرفك يا رب، انا عايز اعرف اسمائك الحسنى، انا عايز اعرف جلالك، انا عايز اعظمك. هي دي ايام بقى تنمية الخشية في القلب، دي ايام تنمية معرفة الله بذكر الله. وانت بتقول الله اكبر، يعني الله اكبر، الله اكبر دي عيشة. الله اكبر دي وانت قاعد كده الله اكبر تقعد تفتكر الملك اللي رأسه محنية تحت العرش ورجله قد مرقت في الارض. ملك بحجم الكون، ده مخلوق، امال الخالق. يعني سيدنا جبريل له 600 جناح، جناح واحد منهم شال عليه 7 قرى من قرى سدوم وخسف بها الارض. وده ملك، ده مخلوق، ده ملك من ملائكة ما تحت سدرة المنتهى. خد بالك، عالم ما فوق سدرة المنتهى ده عالم، وعالم ما تحت سدرة المنتهى ده عالم. عشان كده ربنا سماها سدرة المنتهى. ليه؟ لان دي عاملة زي ايه، يعني عارف كده حدود ما بين دولتين، حدش بيعدي من هنا ولا حد بيعدي من هنا. الوحيد اللي طلع من عالم ما تحت سدرة المنتهى لعالم ما فوق سدرة المنتهى ووصل الى حجاب النور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج عليه الصلاة والسلام. عالم ما تحت سدرة المنتهى ده له ملائكة اللي هو في السماوات السبعة ومن ضمنهم جبريل. يعني جبريل ما بيطلعش فوق سدرة المنتهى. فوق سدرة المنتهى ده عالم تاني، منهم ميكائيل ومنهم إسرافيل، دي ملائكة تانية. البيت المعمور ده في عالم ما تحت سدرة المنتهى. العرش ده في عالم ما فوق سدرة المنتهى، وحملة العرش والذين حول العرش، كل ده ما فوق سدرة المنتهى. فدي عوالم في جلال الله سبحانه وتعالى. فتخيل كل ده مخلوق، امال عظمة الخالق. اذا كان العرش وسع كرسيه السماوات والارض، الكرسي ده موضع قدمي الرب، وسع السماوات والارض. والكرسي لا شيء في العرش، حلقة فلاه. العرش ده ايه؟ والعرش ده مخلوق.
فما بالك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. الله أكبر. لما بتقول الله أكبر بتفتكر أكبر مخلوقات الكون وربنا أكبر منها. لما بتقول الله أكبر بتفتكر الظالمين والطغاة ربنا أكبر منهم. لما بتقول الله أكبر بتفتكر الدنيا ومتعها ولذتها الله أكبر منها. لما بتقول الله أكبر بتفتكر نفسك. الله أكبر من شهواتك ورغباتك. الله أكبر. الله، انت بتسيب كل حاجة عشان ربنا. كلمة الله اكبر دي بتلستر قلبك تاني ونفسيتك، عاملة زي صدمة كهربية كده، بترجعك تاني على الطريق المظبوط. الله اكبر. بتفتكر كربات حياتك. الله اكبر. ربنا كبير. ربنا اكبر من اي كرب سبحانه وتعالى. ربنا هو الكبير سبحانه وتعالى. فانت لما بتعيش مع لا اله الا الله سكينة بتذبح من قلبك كل ما سوى الله. لا اله الا الله، لا مانع الا الله، لا ضر الا الله، لا مقدم الا الله، لا مؤخر الا الله، لا باسط الا الله، لا قابض الا الله، لا رافع الا الله، لا خافض الا الله. الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله دي كلمة سكينة بتذبح من قلبك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. جدد ايمانك بالذكر. خلي الذكر يرجعنا بني ادمين تاني. خلي الذكر يجلي فطرتك في هذه الايام عشان تعرف يعني ايه لما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله من العمل فيهن من هذه الايام فاكثروا فيهن. فيهن دي هتندم عليها. 10 ايام دول لو عدوا هتندم، لان خلاص رجعنا تاني للترتيب العادي بتاع السنة كلها، وراحت فرصة تجديد الايمان بالذكر. الحق الفرصة. الحق فرصة تجديد ايمانك بذكر الله في هذه الايام. فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وفي رواية والتسبيح. ده اول عمل من اعمال 10 ذي الحجة. العمل الثاني قراءة القرآن. قراءة القرآن في 355 يوم في السنة ما عدا 10 ذي الحجة هو افضل من الذكر. ف10 ذي الحجة العلماء قالوا عشان حديث فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير، قالوا يبقى الذكر بقى افضل هنا عشان هنا الموسم ده موسم ذكر بالذات. طب قراءة القرآن في 10 ذي الحجة، ابن عباس يقول ان الحسنة في 10 ذي الحجة ب 700 ضعف. 700 ضعف يعني صفحة القرآن ب 700 صفحة، يعني صفحة القرآن بختمة و5 أجزاء. انت متخيل؟ ما انت بقى لو تخيلت بقى 700 ضعف ديت في كل حاجة، يعني الجنيه ب 700 جنيه، يعني لو طلعت 1000 جنيه في 10 ذي الحجة عند الله كأنك طلعت مليون جنيه. لو لفيت على شوية أسر فقيرة كده طلعت لك 1000 جنيه، إن ربنا رزقك من واسع فضله كأنك طلع. يعني اللي بيعمل أضحية يوم العيد مثلا بكام الأضحية؟ يعني 4000 جنيه مثلا. اضرب بقى ب 700 ضعف، ده كأنه طلع 3-4 مليون جنيه. فانت الاعمال فختمة القرآن ب 700 ختمة قرآن. يبقى ينفع في 10 ذي الحجة ما نختمش القرآن؟ يا مولانا مش انت بتقول نذكر الله وسبح 100 مرة وكبر 100 مرة؟ يا عم عيب يا عم. ده النبي اصلا بيقول فاكثروا فيهن. انت يا عم ده العيال الصغيرين بيقعدوا على الفيس ولا على اليوتيوب ولا على التيك توك ب8 ساعات ما بيبربشوش اصلا. احنا ده انت عشان تقرا 3 اجزاء قرآن في اليوم مش هياخدوا منك ساعة، مش هياخدوا ساعة، ولو انت خاشع قوي هياخدوا ساعة ونص. انت اليوم 24 ساعة، وكل ده بركة ليك في حياتك وبركة في صحتك. لا انسى ابدا سبحان الله، كنت خارج من المستشفى ويعني وانا خارج من المستشفى كنت قلبي تعب شويه يعني، فدخلت المستشفى وخرجت تاني. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. فكنت مع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، وربنا يبارك في مشايخنا جميعا وينفع بيهم ويجعل ما بقي من دعوتهم اعظم بركه مما مضى يا رب. فبقول له والله يا شيخنا يعني الواحد مريض، ويعني احتمال احتاج ان انا اسافر عشان اعمل عمليه كده في القلب، ونسال الله العفو والعافيه. فقال لي شوف بقى الصح ايه. فاحنا قاعدين كده فجي حد بيتكلم معانا، فهو الراجل اتكلم من نفسه كده، قال انا يعني ابويا كان يعني جاله مرض في القلب، فسافر ألمانيا عشان خلاص بقى هنا في مصر الطب جاب اخره معاه، سافر ألمانيا. فاتصل بيا، هو بيقول لي يعني انا والشيخ بيقول اتصل بينا من ألمانيا، فبيقول يا جماعه اخوه يعني، فبيقول يا جماعه جهزوا المقابر لان خلاص الدكاتره هنا بيقولوا ابوك مش هيعيش 20 يوم.
ابوك خلاص مستحيل هيعيش، ميت ميت يعني. فبيقول لي نزلت وجهزت له المقابر، وعلى اساس خلاص ابويا يا هيجي ميت يا اما هيموت اول ما يجي. بيقول اول ما والدي جه مصر عمل حاجه غريبه، بقى ينام يصحى الساعه 12 بالليل. بيقول لي من 12 بالليل لبعد الفجر يوميا يقرأ 10 أجزاء قرآن. والله سامعها منه بودني. بيقول لي انا ما اعرفش ابويا جاب الصحه دي منين اصلا. القرآن بيدي صحه، القرآن بيدي طاقه فعلا والله يا اخواني. العباده بتدي صحه، لان 90% من الضعف والهزال اللي انت فيه ده كمد وكبت بسبب هموم الدنيا وبسبب المشاكل اللي انت فيها، يعني نفسيه اكتر منها حاله صحيه حقيقيه. فبيقول بقى يقرا 10 اجزاء لحد بعد الفجر، يصحى كل يوم. بيقول ابويا عاش 25 سنه لم يذهب الى طبيب 25 سنه. بيقول لو كان حاسس ان جنبه وجع ولا اي حاجه وجعته يقوم حاطط ايده عليها قاري قران يذهب الالم. يقول 25 سنه بيختم المصحف كل 3 ايام. فساعتها سبحان الله يعني الشيخ مصطفى العربي بص لي كده فقال لي شوف دي بشرى بقى من الله سبحانه وتعالى، طبق بقى الله يعينك. العباده كرم من الله يا جماعه. قرايه القران دي شفاء، شفاء بدني مش بس شفاء روحي، نجاة. اليوم اللي انت بتقرأ فيه القرآن مش هتضغط نفسيا فيه، هتلاقي المشاكل حتى لو موجودة انت نفسيا بقيت مختلف اصلا. تلاقي ربنا بيديك صحة، بيديك طاقة، بيطلق لسانك، بيشرح صدرك، بينور لك طريقك. ارتبط بالقرآن، ارتبط بالقرآن. انت كل وقت بتديه من القرآن الله بيزيد وقتك ببركة. لا تتكاسل، ما تتكاسلش عن سر سعادتك الوحيد في الحياة. احنا في زمن بؤس، نحن في ايام النحسات والعياذ بالله. مشاكل مالية، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل معاصي، المعاصي والربا والعلاقات المحرمة والعري والتبرج نزلت عقوباتها على الدنيا. بقت الدنيا مليانة عقوبات معاصي. صرنا في ايام بأساء وضراء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. والدنيا متزينه في وسط البأساء والضراء دي، والواحد جاي بقى متهالك. يقوم بقى الشاب فتح السوشيال ميديا والدنيا سودة قدامه، يلاقي بقى زوجات الملوك متصورين، وجميلات زوجات رجال الاعمال متصورين، والعربيات واليخوت الفخمه بتاعت المليارديرات قدامه، والقصور والاكل بتاع صاحب الشركه الفلانيه والامير الفلاني والاميره الفلانيه قدامه. يقعد يبص كده، الدنيا بقت عيني عينك. زمان كان الفقير بيقفل على نفسه وينام من غير عشاء ويقول رضا، ده احنا احسن من ناس كتير. هو مش شايف الوقت الغني بقى بيتفرج على نعيم المليارديرات قدام عينه على السوشيال ميديا. ما عادش حد راضي، ما عادش حد راضي. ربنا بيقول ولا تمدن عينيك، والناس قاعده عينيها هتطلع قدام السوشيال ميديا. فبالتالي بقينا في ايام عذاب نفسي وايام شقاء. مين اللي هيرضى؟ مين اللي هيرضى؟ هو اللي يقعد يتفرج على الدنيا على السوشيال ميديا ده هيرضى؟ مستحيل. هيرضى بايه؟ هيرضى بايه بعد ما شاف لما قارون خرج على قومه في زينته، لما فرعون ذبح بني اسرائيل مشوا ورا موسى، لما فرعون قتل اولادهم مشوا ورا موسى، لما فرعون استحيا نسائهم يعني استباح اعراضهم او استباح انهم يبقوا خدامات في بيوت المصريين مشوا ورا موسى. لما قارون خرج على قومه في زينته الدعوة وقفت، الناس كلها سابت موسى. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي رجل الأعمال الفلاني اللي متجوز الممثلة الفلانية، يا ليت لنا مثل ما أوتي لاعب الكورة الفلاني اللي متجوز فلان، مثل ما أوتي الملياردير الفلاني اللي عنده يخت فلاني، يا ليت لنا. خلاص الدنيا وقفت. قال الذين اوتوا العلم ويلاكم، تودوا نفسكم في 60 مصيبة، لا هتاخد دنيا ولا اخرة. ويلاكم ثواب الله خير، اللي عند ربنا دنيا واخرة احسن لمن امن وعمل صالحا بس ولا يلقاها الا الصابرون. المعاني العالية دي اللي بيتمسك بالدين هو اللي بيفهمها، هو اللي ربنا بينور له قلبه بيها. انما اللي ملهوف على الدنيا ده مفهمش حاجة. فبيجي القرآن يرجعك بقى، بيجي القرآن ينقذك من التعاسة. سكة السوشيال ميديا دي سكة تعاسة، لأنها سكة وهم، سكة وهم. محدش هيرضى بمراته
بعد ما هيشوف صور النساء على فيش حد هيرضى بحياته ولا بمستواه. مفيش واحدة هتبقى راضية بجد بجوزها بعد ما تشوف بقى الدنيا بقت عيني عينك. طب انت بتمد عينك ليه؟ ومين قال لك ان دول سعداء اصلا يا عم؟ ده ابتسامات قدام الكاميرات ومن وراء الكاميرات مصائب وكوارث والعياذ بالله. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا قال الله لنفتنهم فيه. قال المفسرون اي لنعذبهم به. الفتن دي كلها والمناظر الاغرائيه دي كلها وراها عذاب، وراها مشاكل اجتماعيه، وراها طلاقات، وراها قصص وحكايات. انت مين اللي قالك؟ مين قالك ان في معصيه وراها سعاده؟ انت مش مصدق ربنا؟ وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. مصدق ولا ما انتش مصدق؟ فهذه يعني من افضل اعمال الدنيا انك انت تعمل اوراد من الاذكار. الاذكار ده التهليل والتكبير والتحميل والتسبيح في هذه الايام. الحق بقى الخمس ايام الباقيين. والحاجه الثانيه انك انت تجتهد في انك انت تلحق تجيب لك ختمه قبل ما 10 ذي الحجه تخلص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، العمل الثالث في هذه الأيام الدعاء. يا جماعة الدعاء. نحن في أيام شقاء، احنا دلوقتي في أيام صعبة فعلا، أيام ضغوط رهيبة. بقول لأحد إخواني امبارح، بقول له الناس نسيت هو العادي إيه. يعني انت عارف اما تبقى في وضع ده، يعني كان عندنا يعني حد زميلنا فده يعني اتعين في مستشفى المسالك والكلى عندنا في المنصوره. فاول ما الواحد بيتعين بيبقى نايب ممكن يقعد مثلا 3-4 شهور جوه المستشفى، ممنوع يخرج اصلا، خلاص سخره بقى. ال3 سنين بتوع النيابه دول يعني سخره السخره. فقاعد بقى له 3-4 شهور ما بيتعاملش غير مع العيانين اللي بيعملوا عمليات في الكلى وماشيين باساطر، كل عيان ماسك القسطره بتاعته، ماسك الكيس بتاع البول وماشي بيه وهو رايح وهو جاي. فيعني اول مره خرج في الشارع بعد 3-4 شهور، فبيبص ده ما كانش مصدق ان في ناس ماشيه بايديها عادي كده وماشيه برجليها عادي. هو نسى اصلا ده، هو نسى العادي ازاي؟ احنا بقينا عاملين الوقت كده يا جماعه. احنا نسينا العادي ازاي من كتر الضغوط والمشاكل نسينا العادي ازاي. الاطفال الوقت بقت بتتعب نفسيا. دكاتره الامراض النفسيه بتوع الاطفال بقوا شغالين زيهم زي اي دكاتره عياداتهم مليانه في المجتمع. طب الاطفال دول، واحنا اطفال احنا كنا عارفين حاجه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ الضغوط بتزيد وعقوبات الذنوب بتتنزل ولازم نقف. طب ندرع عن انفسنا عذاب الله بايه؟ الدعاء. ده العمل الثالث، الدعاء، التوسل الى الله بدعاء. سيدنا زكريا عاش في زمن زي اللي احنا عايشين فيه ده. سيدنا زكريا عاش 0 ميلاديه. 0 ميلادية. 0 ميلادية ده كان الزنا في الشوارع، الأوثان، قمة بقى فجور الرومان، اليهود نفسهم انحلوا وفجروا لدرجة ان سيدنا يحيى ابن زكريا لما وقف في جواز هيرود ملك اليهود من سالومي بنت اخته وكانت راقصة، ذبحوا سيدنا يحيى. سيدنا زكريا قام ليحيى نشروه بالمنشار. انت كل ده عشان راقصة. يعني انت متخيل الزمن ده كان شكله ايه؟ اللي كان عايش فيه هؤلاء الابطال العظماء من انبياء الله الذين جاهدوا في كلمة الدعوة الى الله وبلغوا كلمة دعوة الله ولم يخشوا في الله لومة لائم وكفى بالله حسيبا. متخيل الواقع اللي كانوا فيه؟ انت دلوقتي في واقع زيه. سيدنا زكريا الى على الواقع بتاعه بيقول ولم اكن بدعائك رب شقيا. انا يا رب سبب نجاتي من الشقة اللي الناس كلها عايشة فيه واللي مرسوم على الوشوش. سبب نجاتي من الشقة بتاع تنزل عقوبات الذنوب والمعاصي في هذه الايام، سبب نجاتي من الشقة هو كلمة يا رب. لن تنجو من الشقاء الا بالدعاء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء. لا يرد القدر الا الدعاء. الدعاء بيرد القدر والقضاء. الدعاء بيرد. الدعاء له قوة جبارة. فدافع أقدار الله بأقدار الله.
دافع شقاء الدنيا بأقدار الله، ومن أعظم ما تدفع به هذه الأقدار هو الدعاء. تخيل كده، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. إيه الجمال ده؟ اكفني يا رب، تجلى على حياتي باسمك الكافي. ما أنا مفيش حاجة مكفياني يا رب، مش حاجة كفاية. أنا دخلي بيخلص يوم 25 في الشهر اللي قبله، مش بيخلص في نص الشهر. ده أنا يا دوبك أصلا بستلم يا رب فلوس أول الشهر، بسدد بقى ديون الشهر اللي قبله وأبدأ بقى أستلف من جديد بقى. يعني إحساس النفسي بس إن أنا بستلف على نضيف. يعني أنا يا رب أنا مفيش حاجة مكفياني يا رب. أنا عندي احتياجات كتير. اسم الله الكافي يتعلق باحتياجات الإنسان. احتياجات الإنسان اللي هي النيدز بتاعت الانسان دي باب كبير جدا في علم النفس، وباب كبير جدا في علم التسويق. النيدز دي الاحتياجات، باب كبير قوي 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 في علم النفس، وباب كبير قوي في علم التسويق. باب كبير في علم النفس ايه احتياجات الانسان؟ يقول لك الانسان عايز ياكل ويشرب، عايز يامن مستقبله، ماشي، عايز يحس انه له وضع في المجتمع، ماشي، عايز شهوه جنسيه، عايز يتجوز، عايز يحس انه بيحب ويتحب، عايز يحس بالامان، عايز يحس انه له كبير، عايز يحس بمعنى روحي للحياه وهدف اعلى ومبادئ عليا يعيش من اجلها. انسان له 40 احتياج. كل الاحتياجات دي ليها طرق حلال وليها طرق حرام. الشهوة الجنسية ممكن بالزنا، طب ممكن بالجواز. طب افرض الجواز عايز نص مليون جنيه، هعمل ايه يعني؟ والزنا بشلن بلاش، هعمل ايه؟ طب الاحساس بالنفس ممكن بانك انت يعني تبذل نفسك في ذات الله فتحس بمعنى الحياة، وممكن بالرياء والكبر والعجب والتشبع بما لم تعطى. طب انا عايز اتفسح، ممكن تروح في مكان فيه فجور وخمرة وتسهر، وممكن ربنا يرزقك صحبة صالحة تتأنس بيها وتستمتع. طب انا عايز احب واتحب، ممكن علاقة في الحرام وخيانة زوجية وممكن ربنا يرزقك في الحلال. طب انا يبقى كل احتياجات الانسان لها طرق حلال وطرق حرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، مش بس في الفلوس، مش بس ده، في كل احتياجات حياتك، واغنني بفضلك عن من سواك. فانت يعني فده علم النفس بيقول لك النيدز، الاحتياجات دي هجيبها ازاي يا رب؟ انا محتاج. يعني مش معنى ان ظروفي صعبة ان انا مش زي غيري. نفسي في حاجات كتير في الدنيا. اكفني بحلالك عن حرامك. بتوع التسويق بقى يقول لك صناعة النيدز بقى ان هو يقعد بقى يضحك على الناس عشان يقوموا منهم محتاجين حاجات هم مش محتاجينها اصلا. فده قصة تانية. اخواني واحبابي في الله، دعاء الله ما اجمل دعاء الله، ما أجمل التوجه إلى الله. لا تنسوا في هذه الأيام المباركات الصدقة. لا تنسوا كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري للسيدة أسماء: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ارضخي ما استطعتي، قاوم نفسك في الصدقة. طب أنا معيش فلوس. قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح سليم، يعني جواك شهواتك لسه للدنيا، شحيح، الجنيه بيطلع منك بالعافية، تخشى الفقر، عندك مشاكل، محتاج فلوس، وتأمل الغنى. ألا هي الغلابة يعني؟ الرسول بيكلم الغلابة، بيقول للغلابة تصدقوا، يعني مش بيكلم الأغنياء. دي أعظم الصدقة أجرا، فصدقة الفقير أعظم أجرا من صدقة الغني. اللي هو بقى شحيح يخشى الفقر، الغلابة دول يطلعوا صدقة كمان يا رسول الله. هي الصدقة مش بكمها، الصدقة بانك انت حتى وانت محتاج انت تعطي لله. اجعل سرا بينك وبين الله، اقبل على ربك بقلبك. اجعل هذه العشر المباركات ايام تبتل، ايام ذكر، ايام شكر، ايام تلاوة للقرآن. اجعل ليلها ونهارها، اعمر ليلها ونهارها بذكر الله وترتيل القرآن والصدقة والسعي في حوائج الارامل والمساكين والصيام وقيام الليل. املأها بما استطعت من الدعاء ليلا ونهارا، وتلهف على باب جود الله وعلى باب بر وإحسان الله. حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ولا تصلي فيها صلاة المنافق الذي ينقر الصلاة نقرا في آخر وقتها. اتق الله في هذه الأيام، فإنها لحظات فاصلة في عمرك.
لحظات فاصلة ستندم عليها يوم القيامة إن لم تستثمرها. الله في سورة الفجر حينما قال وليال عشر، وليال عشر، العشر المباركات دول، قال بعدها يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هتندم على الأيام دي يوم القيامة، وهتعرف ان دي اللي كانت بتوصلك للحياة الحقيقية. فحتى لا تندم اغنى من هذه الأيام. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.